السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد لاصالاد خفيفه سهله بزاف وبنينه. خطيره هكا فريش وخطيره مسلوقه. كتجي زوينه فريمون، جربوها حتى لاصوص ساهله بسيطه بزاف ولكن واعره. جربوها وردوا عليا الخبر. يلا دابا معايا نشوفوا المقادير ديالها شنو فيها. هنايا واحد لي شو دو بوكسيل قسمته على 4، زدت ليه الماء غليان والملحة، واحد 8 الحبات هكاك، وديتهم سلقتهم. عندنا واحد نص بروكولي صغيرة، شجرة صغيرة، خديت الشجيرات ديالها قسمتهم هكا، درتهم في الماء هكا بارد، نغسلوهم بعدا مزيان. وهذوك الشجيرات غادي نزيد نقسمهم مازال، شتي بروكولي يجي في لاصالاد كاملة. نزيدو ليه الملحة والماء غليان تا هو، ونديوه يتسلق هكاك واحد 5 دقائق، ما نسلقوش حتى يهرى. وعندي هنا بصلة خضارية قسمتها حتى هي على 2، ونقطعوها دي طرونش. عندكمش بصلة خضارية ديروا غير بصلة عادية حتى هي راه مزيانة. انا هذا الموسم ديال البصلة الخضارية، انا درت بصلة خضارية كتجي زوينة في لاصالاد. ومطيشة تكون كبيرة نقطعوها حتى هي على 4، نحيدو لها الزريعة ونحيدو لها الماء ما نخليوش فيها، ونقطعوها دي طرونش حتى هي هكا ونزيدوها. عندي نص تفاحة قشرتها حيت ليها القلب، قطعها دي طرونش حتى هي كتجي زوينة بزاف. والخس غسلته ونشفته قطعته تا هو على هاد الشكل. البروكولي لو شو دو بروكسيل تا هو اللي طاب تسلق، راه زدتو بردتو بعدا في الماء، ضروري غير يتسلق دوزو من تحت الروبيني. ان طرونش ديال الفرماج حمر كنقطعوه كمكعبات صغيره كنزيدوها حتى هي مع لاصالاد. والبروكولي اللي تسلق نعصروه من الماء باش يشرب لينا من بعد داك لاصوص اللي غادي نديرو. الا بقى فيه الماء راه ما غاديش يشرب لاصوص، غتاكلوه غادي بقى تاكلو يخرج لكم منه غير الماء. وعندي في لاصوص نص حامضه، ناخدو الصفايه ونعصروها فيها ونزيدو عليها المليحه، ونزيدو عليها زبيته بلديه، تكون لاصوص عندك نص الحامض ونص زيت البلديه. نزيد واحد الراس معلقه ديال الابزار، نخلطو مزيان حتى تولي بحال شي كريم داك لاصوص، تولي خاتره، والملحه حتى هي كتذوب كومبليتوم، ما كتبقاش كاع الملحه. طبعا خديت غير واحد شويش ديال لاصالاد، زدت ليها شويه لاصوص هي اللي بغيت ناكل هكا باش نوريكم. السلطه الاخرى ممكن تحتفظوا بها في شي بول هكا في الثلاجه، تا وكانت تبغيو تاكلوها. الا كنتو تخليوها حتى الغدا من الاحسن ما ديروش لها البصله، راكم عارفين البصله كدير داك الريحه خايبه. ديروا هادشي هذا كامل، ديروها في بول، سدوا عليها وديروها في الثلاجه. ولاصوص حتى هي ديروها شي قريعه هكا، اما في الثلاجه حتى على برا ماشي مشكل. بالصحة والراحة، شكرا على المتابعة. يلا بسلامة عليكم، تهلاو فراسكم.